كل صفة ليها كمال. يعني لو رومانسي ومفرط في الرومانسية هتلاقيه بالتبعية مفرط جدا في الحساسية، والكلام معاه بحساب وإيه ماشي على طراطيف صوابعك وأنت بتتعاملي معاه. لو كريم جدا وكريم لحد السفه كمان هتلاقيه من الناس اللي يجوز جدا يكون بيضحك عليها باي مشاريع على القهوه وبينفذها بالفعل وبيخسر فلوس بس. لو طيب قوي ممكن نقول يعني لحد السذاجه نوعا ما، ممكن تلاقيه هو كمان نفس الشخص المتردد جدا اللي كلمه توديه وكلمه تجيبه، وعلى حسب ما اللي قدامه بيتمسكن ويتصعبن عليه على طول هتلاقيه بيتراجع عن اي قرار كان قايل ان هو هياخده. خجول ومتربي بشكل لافت جدا وكل الناس بتحسدك عليه، بس وارد برضه يكون شحيح قوي في مشاعره، مش عشان هو بخيل في مشاعره، لا هو عشان ما تربوش انه يعبر عن مشاعره، وبالتبعيه كمان مش بسهوله قوي يقول لك كلام انت محتاجه جدا تسمعيه. نمكي جدا، يعني بيركز في كل التفاصيل ومهتم بكل الضيقات، بس بالتبعيه ممكن جدا يبقى شخص بطيء جدا، وهيجيب لنا العله بقى ان هو عشان ياخد قرار او ياخد خطوه هنقعد قدام ده 90 سنه بيعمل الحاجات بس بعد كتير قوي قوي. وبالذات بقى لو انت شخص عكس كده فاحنا هنا هنولع في بعض. في بقى باكج بتاعه خير زمان، دي بقى اللي هي خلصت اول ما بتروحي تسالي عليها، دي اللي انتهت، اللي هي فيها التوازن ما بين كل الصفات، كل الحاجات معموله بالشعر ومظبوطه جدا. دي تقريبا اللي بيكتبها تامر حبيب في مسلسلاته او في افلامه، اللي هي نموذج الراجل اللي مش بنشوفه بس غير في المسلسلات، اللي كل حاجه عنده مظبوطه، بيلمس الحاجه وبيفهمها وبيعتذر، كريم جدا وبيجيب هدايا وفي نفس الوقت هو عارف بيعمل ايه، ناجح في شغله، تركيبه كده بنشوفها في الافلام لكن في الواقع نادره جدا. فخلينا بقى متفقين على حاجه، هي باكج هتاخديها على بعض مش هتاخديها متجزأه. رضيتي بصفه هتاخدي الكماله بتاعتها، لان كل صفه ليها كماله.